السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي طلاب الفرقة الثانية، اهلا بكم في المحاضرة برضو الثانية، مراجعة نهائية قسم الجنائي. احنا شغالين لسه زي ما احنا تمام، بس انا فصلت لك الفيديو اللي فات عشان كان في سؤال امتحان فانا عايزكم تقف عنده تمام. انما دلوقتي هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على مبادئ. احنا يا جماعة جينا قلنا ايه؟ ان القانون الجنائي عندك قسم عام وقسم قسم وقسم. طب القسم العام احنا قلنا هناخده مبادئ. طب ايه المبادئ اللي احنا هنشتغل عليها؟ قبل ما اتكلم في اي حاجه بعد اذنكم هملي 4 قضايا تمام. هنملي 4 قضايا عشان انت اللي هتحلهم لوحدك وانا بشرح، انت هتلاقي نفسك بتحلهم تمام. خد القضيه الاولى كده زي ما احنا يلا بينا. يلا سريعا يا شباب. أقلعت طائرة مصرية من مطار القاهرة متجه إلى مدينة باريس. أقلعت طائرة مصرية من مطار القاهرة متجه إلى مدينة باريس. خلي بالك وركز ها. وبعد خروجها من المجال الجوي المصري قام الراكب ألف عراقي الجنسية. خلي بالك تمام، سموه زي ما تسموه بقى، شوفوا انتوا عايزين تسموه ايه. قام الراكب ألف عراقي الجنسية بتهديد الطيارة وكل ما فيها وذلك بواسطة حزام ناسف وذلك طالبا بأن يغير وجهة الطائرة، يعني عايز يغير اتجاه الطائرة إلى روما. فاستجاب الطيار للتهديد، يعني هو كان عايزه يغير الاتجاه في روما، فاستجاب الطيار للتهديد وهبط في مطار روما وأرسل طاقم الطيارة إشارة استغاثة للسلطة الإيطالية يعني طالب طاقم إشارة استغاثة من سلطات روما اللي هي الإيطالية. سرعان ما تعاملت أمنيا مع الموقف وألقت القبض على ألف اللي هو العراقي. طيب حاضر. سرعان ما تعاملت أمنيا. سرعان يعني ايه؟ اتحرك بسرعة يعني تمام. اتعاملوا مع الموقف أمنيا وألقت القبض ايه؟ عليه. فهل تسرى أحكام القانون المصري على هذه الواقعة؟ وحياة أمي قضية فيها فكرة، واللي هيقدر يجيبها هو ده كده يعتبر بالنسبة له الجنائي بقى بطيخ تمام. ركز هحل لك كل المشاكل دي. فهل يسرى أحكام القانون المصري على هذا الواقعة أم لا، ولماذا؟ القضية الثانية خالد مواطن مصري مش عايز كلام، يحمل الجنسية الفرنسية
مواطن مصري يحمل الجنسية المصرية، آسف الفرنسية، ماشي. مواطن مصري. اللي بيقول ازاي ما حدش يتكلم، اقعدوا ساكتين بقى لحد ما نخلصوا شرح. تمام؟ بص، ماشي عادي. مواطن مصري ويحمل الجنسية الفرنسية ارتكب وهو في فرنسا جريمة ضرب. جريمة ايه؟ ضرب. أفضى إلى عاهة مستديمة. امتحان. أفضى إلى عاهة مستديمة. أفضى إلى عاهة مستديمة. أفضى يعني أدت يا جماعة. تمام؟ أدت إلى عاهة مستديمة. وبعد ارتكاب جريمته فر هاربا إلى مصر. يعني طلع يجري، راجع إلى إيه؟ إلى مصر. قبل أن تقبض عليه السلطات مين؟ الفرنسية. أيوه كده، الله ينور. قبل أن تقبض عليه السلطات الفرنسية. وفي مصر. امتحان. وفي مصر تخلى عن الجنسية المصرية كي يحصل على جنسية دولة أخرى. وفي مصر تخلى عن الجنسية المصرية كي يحصل على جنسية دولة أخرى. وبعد إبلاغ السلطات الفرنسية السلطات المصرية، وبعد إبلاغ السلطات الفرنسية السلطات المصرية المختصة عن جريمة خالد، قبضت عليه الشرطة المصرية عن جريمة خالد، قبضت عليه الشرطة المصرية وقدم للنيابة العامة. هي النيابة العامة دي اللي هي مين؟ امبارح. يلا بينا اللي بعده. يلا ماشي. وقدمت للنيابة العامة اللي هو الممثل الدولي اللي هي النيابة العامة المختصة إلى محكمة الجنايات عن جريمة ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة. المختصة عن جريمة ضرب المختصة، آسف هي المختصة، أيوه المختصة لمحاكمته. المفروض كنت أقول لك المختصة لمحاكمته عن جريمة ضرب أفضى إلى موت. أيوه جريمة عاهة مستديمة جناية. تمام؟ فدفع بعدم جواز محاكمته أمام القضاء المصري لأنه لم يكن مصريا. فدفع بعدم جواز محاكمته. امتحان. فدفع بعدم جواز محاكمته أمام القضاء المصري لأنه لم يعد مصريا. ما رأيك في هذا الدفع؟ هتجيبوها اصبر بس. ما رأيك في هذا الايه؟ الدفع. قضية تانية. ثواني بقى يا جماعة بقى بعد اذنكم. قضية تانية. نوى عصام الانتقام من عدوه نوى عصام الانتقام من عدوه خليل، فعلم انه سوف يسافر الى الهند. فعلم انه سوف يسافر الى الهند. وبعد يومين قرر ان يضع له سما. علم انه هيسافر فين؟ الى الهند. بعد يومين قرر انه هيحط له ايه؟ سم في الطعام. ولكنه بطيء المفعول.
وهعلمك حاجه في القضايا النهارده، حاجه لذيذه كده هتحل بيها اي قضيه. تمام؟ بطيء المفعول. وبعد عده ايام، اي يعني بعد عده ايام، يعني بعد عده ايام ووصوله الى الهند. يعني بعد عده ايام، يعني حط له سم بطيء المفعول لحد ما طلع ركب الايه؟ الطياره. وفي قضيه هنا هنقولوها، اي مش قضيه، هقول لك فكره امتحان. ها؟ وصل لفين؟ للهند. تمام؟ وذلك حتى لا يشتبه فيه، ولكن لسوء حظه تم اكتشافه والقبض عليه. تم اكتشافه والقبض عليه. فهل يحاكم طبقا للقانون المصري؟ ثواني بقى. ايوه ايه بناء؟ احنا لسه مش هو في الهند. هو الواد اللي مات في الهند، هو مات في الهند بس اخذ السم فين؟ في مصر. اسمع القضيه اللي جايه. اسمع اللي جاي. وحد الله وصلوا على النبي. ها؟ هو القلم فين؟ مفيش قلم؟ مش مهم. مش على النبي. وخد اللي جاي. بص يا ريس، همتعك دلوقتي. بص الموضوع اللي جاي لذيذ قوي. يلا كل اللي دخل بقى القاعه يبدا معايا من دلوقتي. بصوا يا جماعه، صلوا على النبي. دلوقتي انا هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن مبدا اسمه مبدا الاقليميه يا صاحبي. ومبدا الاقليميه يا جماعه، يلا لا اهدوا كده بقى، مش عايز حركه. تمام؟ يلا اقفل مذكرتك وركز معايا. لا ماشي، اللي عايز يخطط معايا يخطط، مصلحه. يلا بينا. بص اسمع بقى اللي جاي. عندي مبدا يا صاحبي اسمه مبدا الاقليميه. حلو الكلام؟ طيب لما اجي اقول لك كلمه مبدا اقليميه، يعني بص هنا. بص ان يكون كل الجرائم المرتكبه، ولا بلاش دي، تاخد المعنى الثاني. بص هو ايه؟ يعني ايه مبدا الاقليميه؟ ان جميع ان اختصاص وسلطات الدولة، أن اختصاص وسلطات الدولة تكون على جميع إقليم الدولة. هقولها بطريقة تانية، استنى بس عليا. أنا هرمي للثلاث عقليات، الأدنى والأعلى والأقل. والأعلى أعلى. تمام؟ امشي بس معايا واحدة واحدة. صلي على النبي. بص احنا عايزين نقوله إيه؟ عايز أقول أن النص الجنائي أو القاعدة الجنائية بص تطبق على كل ما يوجد على إقليم الدولة، على كل ما يقع على إقليم الدولة، سواء أشياء أو أشخاص. سواء اسمع بس مني. سواء. طيب أشياء، منقولات أو عقارات. أو عقارات. وبص أشخاص سواء وطني أو أجنبي. بص الرسمة دي. بص دي الدولة المصرية. أنا بقول لك إيه؟ النص الجنائي أو القاعدة يا جماعة. القاعدة مالها؟ تطبق على كل ما هو على إقليم الدولة. إقليم الدولة اللي هي الحدود ديت يا جماعة. أهي دي حدود يا جماعة. دي الحدود. وبالمناسبة هيحصل حاجة يوم الثلاث الجاي. ما علينا، محدش يتكلم، محدش يرد. خلاص يا جماعة، بعد إذنكم مش بتضحكوا. يوم الثلاثاء يحصل حاجه. خلاص اسكتوا ساكتين. خلاص المحاضره ولا يلا نكمل. طيب بص اسمع بقى مني. طيب على كل ما هو موجود على اقليم، على ما هو موجود على اقليم، سواء. بص اسمع بقى مني. سواء اشخاص او اشياء. انا مش عايزك حافظ، انا عارف ان انا بغير الكلام. تمام؟ اشخاص او اشياء. اشخاص وطني. مين هو الوطني؟ اللي بيحمل الجنسيه. او اجنبي، يعني واحد مثلا سوري، واحد عراقي، واحد كذا واحد كذا، واحد على الدوله. سواء اشياء منقولات او عقارات. يلا بينا. صلوا على النبي. بص يا جماعه، هو ده النطاق المكاني. ده اسمه النطاق الايه؟ المكاني. اي مصيبه جوه اقليم الدوله ده
هيخضع للايه؟ للنص الجنائي بتاع الدوله. يعني ايه الكلام ده؟ واحد اجنبي عمل مصيبه على الدوله المصريه هيخضع لايه؟ للقانون المصري. طيب استنى، عربيه بتاعت راجل اجنبي ماشي بيها في الدوله المصريه وعمل بيها مصيبه هيخضع للنص الايه؟ الجنائي المصري. طب استنى بس عليا، بص اسمع اللي جاي. يعني ايه مبدا الاقليميه؟ بص لو قال لك سؤال اكتب فيه مبدا الاقليميه، اللي هو اقليميه النص، اقليميه النص الجنائي، تطبيق القاعده الجنائيه من حيث الايه؟ احنا بنتكلم من حيث المكان، تمام؟ ركز بس معايا. تكلم عن ماهيه مبدا الاقليميه. يقصد بمبدا الاقليميه تطبيق النص الجنائي، ان تطبيق النص الجنائي مقيد بحدود الحيز الايه؟ ما احنا عندنا الاقليم هو الحيز الاقليم هو الحيز طيب الخاضع لسياده الايه؟ الدوله، تمام؟ يبقى هو ده الخاضع لسياده الايه؟ الدوله المصريه. يعني بلاش كلمه مصريه عشان معانا ناس تانية بيسمعونا، من احنا بنتكلم بالشق الايه؟ العام. ان سياده الدوله يا جماعه ان كل دوله ليها سياده على ارضها، تمام؟ وبالتالي فهو ينطبق على كل جريمه ايا كان ترتكب داخل نطاق هذا. ركز في اللي جاي. بص بصرف النظر عن ايه؟ سواء وطني او اجنبي. يلا بينا، سواء وطني او اجنبي. اللي عايز يكتب يكتب شغال، سواء وطني او اجنبي. وبغض النظر عن المصلحه التي تهدده. طب استنى، سؤال حته امتحان، فكره امتحان. بص احنا قلنا بصرف النظر عن ايه؟ مش مهم الجنسيه. طيب المصلحه، حتى لو بيهدد مصلحه دوله اخرى او بيهدد اي مصلحه مش تبع الدوله المصريه، بقول لك ايه؟ بغض النظر عن الجنسيه والمصلحه بغض الايه؟ النظر عن الجنسيه. يلا بغض النظر الجنسيه دي ماليش فكك، مالهاش لازمه الجنسيه. اهم حاجه كلمه ايه؟ المصلحه. افرض ان هو بيرتكب جريمه ضد حد تاني خارج الدوله المصريه، بس الفكره ان هو عمل المصيبه فين؟ بس انتهى الكلام لحد هنا. يبقى بغض النظر عن الجنسيه، ودي سهله جدا يا جماعه. انما الفكره وبغض النظر عن الايه؟ ان هو دي اللي ممكن يجي يلعب عليها، يقول لك ايه؟ وارتكب جريمه على اقليم الدوله المصريه لمصلحه دوله اخرى، وهو ما ضرش الدوله المصريه في حاجه، بس ارتكب المصيبه فين؟ واحد بقى اللي هو الفقيه بقى، اللي هو ايه؟ اللي هو بيقعد يحب يهبل في الامتحانات. يبقى الدوله هو ما ضرش الدوله المصريه فلا يطبق القانون المصري. يا عم ازاي يا عم؟ ما انا بقول لك هنا ايه؟ بغض النظر عن الايه؟ يعني مش مهم المصلحه، المهم ان هو ارتكب المصيبه فين؟ في الدوله. وعلى هذا الاساس الشق دوت والشق دوت ما علينا. يعني عندك شق ايجابي وشق سلبي. الشق الايجابي اللي انا بطبق القانون المصري والشق السلبي اللي انا ما بطبقش القانون خارج الاقليم. طب استنى، الا باستثناء. طب تعالى هنا، بص هنكتبه هنا ايه؟ انا عايز الثانيه. بص هنا يقول لك اما الشق الايه؟ السلبي فمفاده عدم انطباق النص على الجرائم المرتكبه خارج نطاق احنا انا ماليش دعوه بالجرائم اللي بترتكب خارج الايه؟ الاقليم. بره عني عن اي جريمه ترتكب بره. انا اهم حاجه الجريمه ايه؟ تطبق، اللي هو الجريمه ترتكب فين؟ داخل الاقليم. خلاص كده الكلام سهل اهو، تمام؟ وكما ان حصول محاكمه الجاني في ذات الاقليم الذي ارتكب فيه انما يؤدي الى تحقيق الرضا الايه؟ العام وتحقيق سياده الايه؟ الدوله. خلاص اركن ده على جنب، يلا بينا على اللي جاي. صلى على النبي. احنا عندنا الاقليم، اقليم اسمه اقليم فعلي واقليم حكمي. بص يا ريس، احنا الاقليم الفعلي اللي هو ايه؟ بري، جوي، بحري، جوي، بري، بحري، بري، جوي، بحري، بري، جوي، بري، بحري. طب اقولها بطريقه ثانيه، بص بري، جوي، بحري ان كانت ساحليه. اصل في دول حبيسه ما عندناهاش بحر، فاحنا بنقوله ايه؟ هو الاختصاص الاقليمي اللي هو ايه؟ انا عندي البر، الجو كله بقى ماليش امتداد معين، اللي فوقيه كله، الفضاء كله، والبر كله اللي هو النطاق الحيز الايه؟ المكاني. طيب والايه؟ والبحر لو كانت الدوله ايه؟ ساحليه، تخضع للاختصاص الايه؟ الاقليمي. تخضع للاختصاص، تخضع للاختصاص. ده الحكم، ده الفعل يا جماعه، ده الاقليم الايه؟ الفعلي. ولكن ما هو الاقليم الحكمي؟ ولا يوسف، بص اللي جاي ده الاقليم ايه؟ الشاشه دي الاقليم ايه؟
بتاعي. تمام؟ بص اللي هيحصل، بص اهو، استنى بس ثواني بس، استنى. هو انا ده الاقليم بتاعي، تمام؟ بص انا ايدي بره، بس مين المتحكم فيها؟ اسمع حته صايعه انت هتفهمها كده، ها؟ مين المتحكم فيها؟ بص اهو انا بره الاقليم، مين المتحكم فيها؟ بص قدر دي طياره، قدر دي سفينه، قدر دي ايه؟ طياره، وقدر دي ايه؟ سفينه الدوله طلعت بره تخضع لاختصاص الدوله الذي تحمل علمها. ها؟ الطياره خرجت بره المجال الاقليمي، ها؟ داخل اهو بره، ها؟ تخضع لاختصاص الدوله الاقليميه التي تحمل علمها. يعني انت عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك يا صاحبي، لو الدولة عندها سفينة أو طيارة راحت إقليم دولة أخرى لا تخضع لدولة الإقليم الخارجي، وإنما تخضع لدولة العلم الذي تحمل علمها. يعني أنا طيارة، ها؟ طلعت أهو، أنا الإقليم بتاعي، بص استنى افهم الرسمة اللي جاية. بص أنا مثلا، افرض مثلا اهو دي دولة ودي دولة، دي دولة ودي ايه؟ دولة. فأنا دلوقتي أنا على الدولة دي سفينة أهو، دي سفينة ودي طيارة، تمام؟ ودي ايه؟ طيارة. بص يا صاحبي اللي هيحصل، أنا دلوقتي دولة راحت على الدولة دي وعلى الدولة دي، تمام؟ طب هي دلوقتي موجودة في إقليم دولة أخرى، فتخضع لإقليم الدولة إيه؟ رقم 2، دي 1 ودي إيه؟ 2. ولكن هقول لك الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لأن السفينة أو الطيارة هات لي بكلمة هنا، امتداد لسيادة الدولة في الخارج. الطيارة دي مش من المنقولات؟ ما هو عايز اقول لك على حاجه، بص احنا بنقول ان هي من المنقولات، ولكن بقول لك ان دي طلع منها كحكم قاعده جنائيه وحكم القانون الدولي. قال لك بص ده امتداد لاختصاص الدوله في الخارج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني رفع الدوله العلم المصري او العلم الانجليزي، اي علم دوله اجنبيه مهما ما تروح ومهما تيجي فهي امتداد لسياده الدوله. وحش ما انت قلت لي منقولات وعقارات. بص يا حبيب قلبي، احنا قلنا الاصل ودوت مش استثناء، ده اصل برضه، ان احنا بنقوله ايه؟ ان الطياره او السفينه مهما راحت ومهما جت تخضع لقانون دوله علمها. مهما راحت ومهما جت تخضع لقانون دوله، مهما راحت ومهما جت. يعني مثلا دوله مثلا العراق، سوريا، لبنان، اي دوله من الدول اجنبيه، ها؟ راحت ليبيا، خلاص تخضع لقانون دولة العالم رغم ان هي في ليبيا. راحت مصر تخضع لقانون دولة العالم حتى لو هي في مصر، ها؟ طيب استنى، امريكا وهي في الدولة المصرية، ها؟ تخضع لقانون دولة امريكا. طيب استنى، مصر عند امريكا تخضع لقانون الدولة المصرية. ما انا بقول لك ايه؟ ان السفينة او الطائرة امتداد لسيادة الدولة في الايه؟ في الخارج. بص بقى اللي جاي، بص بقى هتفهم اكتر دلوقتي اهو. سيبك بقى من دي سهله قوي يا جماعه، ها؟ دي عايزين حاجه من دي؟ خلينا بس في الحكم، معلش خلينا في الحكم على طول. بص بقى اللي جاي يقول لك ايه؟ الاقليم الايه؟ الحكم للدوله، السفن والطائرات والسفارات والايه؟ دي عقارات، خلي بالك ولسه هنفسره الكلام. بص، جرى العرف الدولي على اعتبار الايه؟ والطائرات امتداد لاقليم الدوله الايه؟ اللي تحمل ايه؟ علمها، ها؟ التي تحمل او دوله الجنسيه، ها؟ وبناء على ذلك فان الجرائم التي تقع على متن. يعني ايه متن؟ على ظهر، ها؟ لو قال لك كلمه متن طائره او متن سفينه يبقى على ظهر ايه؟ سفينه، يعني على سفينه او على طائره، تمام؟ اهو في البحر الاقليمي دوله الجنسيه او في الطائره وهي في المجال الجوي لدوله جنسيتها تكون خاضعه لقانون الايه؟ الجنسيه. هو كده كده في مشكله؟ هي في دوله اقليمها. انت بتاكل ايه يا ابني؟ باكل. بص انا هل عندي مشكله لو انا احمل جنسيه دوله وقاعد على اقليمها وبطير في المجال الجوي بتاعها؟ في مشكله؟ هي كده كده اوريدي هتخضع لايه؟ لدوله العالم ودوله الاقليم بتاعتها.
كده كده يعني. تمام. المشكله هنا يا جماعه مش مفيش مشكله، ها، وكذا في البحر الايه اللي لا يخضع لسياده اي ايه، لا يخضع، اللي ما حضرش الدولي يكتب لي دي، لا يخضع سيادة أي دولة. ها، او على متن طائره حال وجودها في الجو يعلو البحر الايه العام اللي هو ايه، البحر الايه العالي، ها، فان هذه ايه جريمه تخضع ايضا لقانون دوله الايه العالم، ولا صعوبه في ايه. طب اما المشكله في ايه؟ ان هي طياره تحمل علم وموجوده في اقليم دوله اخرى. انا ما عنديش مشكله لو موجوده في الاقليم بتاعها، المشكله هتصور امتى؟ في اقليم دوله امتحان. ركز بقى هنا عشان ده الامتحان. هنا الامتحان، هنا الامتحان، هنا الامتحان. بص انا عندي سفينه او طياره تجاريه، وسفينه او طائره حربيه. سفينه او طياره وسفينه او طياره تاني، سفينه او طياره وسفينه او طياره. ابدا بالحربيه لا استثناء عليها، تخضع كده كده لقانون دوله عالمها. يعني مهما راحت ومهما جت راحت، يعني انا مثلا انا تبع الدوله الامريكيه، بلاش كلمه امريكا عشان انا يعني مستفزاني. بص انا مثلا تبع الدوله السوريه، تمام، انا راجل، انا طائره سوريه او طائره او سفينه سوريه، مهما رحت ومهما جيت اخضع لقانون دوله سوريا، اخضع لقانون دوله اللي هو قانون دوله الايه العالم، قانون دوله. خلاص يا جماعه خليكم واقفين لحد هنا. طيب هي هنا السفينه الحربيه او الطياره الحربيه احفظها كده، لا استثناء على ذلك. يعني ايه لا استثناء على ذلك؟ يعني مفيش استثناء عليها. ليه بتقول لي لا استثناء؟ اصل انا هاجي اقول لك في التجاريه ان هي تخضع لقانون دوله العالم الا في استثناءات تخضع لقانون دوله الاقليم. استنى هقولها تاني، هقولها تاني. بص انا في الاصل هقول لك ايه؟ تخضع لقانون دوله، تخضع لقانون دوله. لو قلت لك حربيه لا استثناء على ذلك، هتفضل طول عمرها بتخضع لقانون دوله، هتفضل طول عمرها تخضع لقانون دوله، الا السفينه التجاريه تخضع لقانون دوله العالم، الا هناك استثناءات تخضع لقانون دوله الاقليم. في استثناءات هقولها لك دلوقتي. طيب بص هقراها بس بسرعه. بص ما السفن والطائرات الغير حرب. بص استنى بس على السفن والطائرات الايه؟ هقول لك السؤال اللي بتاع الامتحان هنا اهو. بص اذا وقعت الجريمه على متن سفينه او طائره ايه؟ حربيه خضعت لقانون دوله الجنسية لا تنتمي اليها ايه؟ سفينة او طائره، اينما ايه؟ يعني مهما كانت مكانها حيث تمثل مظهر سياده الايه؟ استنى بص دي خالص مفيش اي استثناء، تمام؟ اركن دي، خد اللي بعده. بص بقى هنا امتحان بقى، دي بقى الشغله هنا، وخاصه في جزئيه هنا هقول لك عليها. اصبر والله العظيم امتحان، اللي هي في بتاعه الطياره، والله امتحان، تمام؟ بص يقول لك ما هو القانون الواجب التطبيق على الجرائم التي تقع على السفن الغير اللي هي تجاريه في البحر الاقليمي لدوله ايه؟ يعني دوله غير دوله جن، دوله اهو، دوله غير دوله جنسيتها، تمام؟ بص هنا يقول لك ايه؟ يقول لك وهي تبحر في مجال الدوله ايه؟ اجنبيه او حتى اثناء رسوها، يعني وقفها في ميناء هذه الدوله، والاصل انها تخضع الجريمه المرتكبه بقانون دوله الايه؟ ده العلم، ده تخضع لقانون دوله ايه؟ لو قلت لك حربيه لا استثناء، لو قلت لك حربيه الله اكبر. بص الا طيب انا بقول لك ايه؟ يلا والنبي يا صاحبي بقول لك ايه؟ لو قلت لك طياره عندي 5 حالات استثنائيه، لو قلت لك سفينه عندي 3 حالات، قلت لك طياره 5 حالات، قلت لك سفينه هو في الاصل تخضع لقانون دوله. يلا بينا الاصل تخضع لقانون دوله، الاصل تخضع لقانون دوله. لو قلت لك سفينه كام حاله استثناء؟ طب لو قلت لك طياره شكرا. يلا خلصنا. بص هنا بص اذا تعدت الجريمه حدود الايه؟ يعني ايه؟ يعني انا ماشي بالسفينه وقاعد على دولة أجنبية، وأنا قاعد في دولة أجنبية قتلت واحد، رحت شايله ورميه إيه؟ بره في البحر الإقليمي بتاع دولة أجنبية، هنا أخضع لقانون دولة الإقليم. شكرا. قضية فكان إذا قام أحد الركاب السفينة مثلا بإطلاق الرصاص على شخص خارج إيه؟ السفينة. مثال تاني أهو، أنا بجود لك بس بنوع لك عشان يجي لك كده يبقى خلاص. ده المثال اللي انا قلته المثال اللي انا قلته ده بتاع الكليه، المثال ده بتاع الكتاب. طيب اذا كان من شان الجريمه الاخلال بالامن ايه؟
في المينا. يعني ايه؟ يعني مثلا ان شبه تركيا ما عملوا معانا، في فتره من الفترات مشوا في الدوله في الاقليم المصري، راحت فتحت التانك بتاع الجاز، ونزلت مواد تبوظ الثروه السمكيه، فدوت اخلال بالامن. هو استثناء يتسم بالمرونه، فتقديره وفقا لما تراه سلطات دوله اللي هي دوله الاقليم. خلاص، مش دوله العالم، دوله الاقليم. دوله الاقليم. خلي بالك ممكن يلعب لك هنا وفقا لما تراه، مش دوله العالم، دوله اللي هي الاقليم. الناس تشتغل معانا اللي في البث. بص، او اذا طلبت السفينه العون بسلطات امن، ممكن يشيل لك ديت يقول لك اذا طلب ربان. مين الربان؟ اللي هو القائد بتاع السفينه، طلب من السلطات العامه من دوله المين؟ الاقليم. طيب، وما هو المقصود بالقضيه اللي احنا قلناها؟ احنا جينا قلنا قضيه قالت ايه؟ يلا. خالد مواطن مصري يحمل الجنسية التونسية. ارتكب جريمة. عاد إلى مصر قبل أن تقبض عليه السلطات التونسية. مصر تخلى عن الجنسية المصرية لكي يحصل على جنسية أخرى. طيب، سيبك من دي. في قضية تانية. ماشي، أول واحدة باريس. يلا. عشان هو قال استغاثة من سلطات روما. أيوه، يلا. هو كده هيطبق قانون دولة الإقليم وليس العالم، عشان هو ربان السفينة طلب مساعدة منه. يلا نكمله وهقول لك الحل. الله ينور. عاش. بص، يبقى فهمت كده الدنيا ماشيه ازاي؟ احنا هنا بنتكلم اصلا على سفينه. ما هو برضه استنى، اصل انا نسيت اقول لك. بص، اصل انا نسيت اقول لك برضه اذا كان بص، يقول لك اذا طلب برضه الربان او قائد السفينه هنا في النقطه دي. استنى بس، ده احنا هننقل تاني. بص معلش، بس هنكمل القراءه بتاعت الحته دي. او اذا طلب السفينه العون من سلطات امن المينا. تمام. طيب بص، والحق ان القانون لازم لو جات لك القضيه دي تكتب الحته دي، لا يعترف بهذه هي. ما هو مصر يا جماعه، مصر دوله ذو سياده، سواء امريكا غير امريكا، سواء كذا او كذا او كذا، احنا ما بياكلش معانا الكلام ده. احنا بص، الاستثناءات دي تخضع لها كل جميع دول العالم، الا انها ما تخضعش لينا. اي سفينه موجوده على اقليمنا، اسف، اي سفينه مصريه موجوده في اي اقليم مهما عملت ومهما دار معاها، ممنوع منعا بات اي تعدي عليها. يعني احنا كدوله مصريه ما اتفقناش معاهم على الكلام ده. الاستثناء ده يطبق على اي دوله، انما الدوله المصريه مهما راحت ومهما جت لا تخضع لتلك الاستثناء، لا تخضع. يقرر سريان القانون المصري على الجرائم المرتكبه على ظهر اينما حتى ولو وجد في بحر اقليم الدوله ولو لبست ظروف ارتكاب الجريمه عيانا من يعني لو اتطبق عليها اي استثناء من ديت. تمام. يلا اركن ديت. بص، اما الطائره قال لك برضو نفس الكلام، بس عندنا كام استثناء؟ 5. اذا تعدت الجريمه ننتقل الطائره، او استنى هقول رقم 2، او اذا كانت الجريمه تخل بالامن العام. اهو الامن العام. تمام. او اذا مثلت الجريمه المرتكبه خرقا لاحكام الطيران، او اذا كانت الدوله ملتزمه بممارسه ولاياتها يعني ايه ولاياتها القضائيه؟ يعني عامله اتفاق مع الدوله اللي هي بتاعت الطياره، عامله اتفاق هما الاثنين مع بعض، ان انت لو في المجال الجوي بتاعي هتخضعي للاقليم بتاعي. يعني لو هي عامله اتفاق ما بينها وما بين الدوله بتاعت الطياره وهي موجوده في مجالي الاقليمي، انا عامل اتفاق ان هي لو موجوده عندي هتخضع للاقليم بتاعي. تمام. طيب بص بقى اللي جايه، او اذا كان الجاني او في الجريمه احد رعايا اكد عليها تاني، هقولها تاني عشان دي قضيه. اذا كان الجاني او في الجريمه احد رعايا اقولها ديت، هقولها لك في الصلاه. صلى على النبي. انا راكب طياره، تمام، وبحسب الاصل انا ماشي في انا راجل ليبي،
وراكب طياره فرنسيه، وانا راجل ايه؟ ليبي، وانا راكب طياره ايه؟ فرنسيه. هو انا كده وانا راجل وراكب طياره فرنسيه ومعديين على الايه؟ الاقليم الليبي. هو بحسب الاصل اخضع لايه يا جماعه؟ لقانون دوله ايه؟ لقانون دوله العلم، الا باستثناء لو اتقال الجاني او المبني عليه هنا هيغير ايه؟ الدوله. طب انا جيت وموضوع على الاقليم الليبي يبقى اخضع لدوله الايه؟ الاقليم، اخضع دوله احنا مساعدين سواء جاني او مجني ايه؟ سواء جاني او ما قالكش بس، ما قالكش بس، ها. وفي الاخر في نقطه هنا، في نقطه هيلعب عليها في الامتحان. بص استنى، الطياره لسه موجوده في مصر، ركز معايا في دي. الطياره لسه موجوده فين؟ بلاش مصر، خلينا عليها. الطياره موجوده فين؟ في ليبيا. وحصلت المصيبه في ليبيا، موجوده في ليبيا واقفه، ما مش بتطير. ها بقول لك ايه؟ واقفه ما بتتحركش يا اسماء خالص، واقفه يا اسماء. ها ولا راحت يمين ولا راحت شمال ولا طارت كذا ولا طارت كذا، واقفه. وانا واحد الركاب اتعاركنا مع بعض، مصيبه وجريمه. اخضع لانهي قانون؟ دوله العالم ولا دوله الاقليم؟ دوله. هقول تاني المثال والنبي استنى. انا لسه واقف على دوله لا الليبيه، ما اتحركتش تمام، والطياره موجوده في الدوله الليبيه لسه ما اتحركتش، ما دورتش لسه العربيه، هي مش طايره. ها واثنين ضربوا ايه يا حسن؟ بعض. وعملوا ايه؟ عملوا جريمه. تمام. طيب يخضعون لانهي قانون؟ دوله الاقليم ولا دوله العالم؟ هقول لك على حاجه، العبره بوقت تشغيل المحرك بتاع الطياره. لو الطياره عملت وبدات بتمشي، دورت حتى لو هي واقفه وانا ايه؟ بدور، يبقى كده تخضع لقانون دوله العالم. طب لسه قبل تشغيل المحرك، دولة الايه؟ العبرة بوقت تشغيل الايه؟ اصحى للكلام. بص هنا، ويلاحظ في هذا الايه الصدد ان بموجب اتفاقية ايه؟ طوكيو، فان ايه؟ الطائرة تعتبر في حالة ايه؟ طيران، وبالتالي ينطبق عليها قانون دولة الايه؟ العالم. جنسيتها منذ ايه؟ وحركات ولو لم تكن قد اما اثناء ساكنة يعني لسه ما حركتش المحرك في مدار دولة أجنبية أي قبل حركات، فإنها ينطبق قانون دولة المطار اللي هي دولة الإقليم على ما قد يقع إيه؟ مرهقة المحاضرة بس جميلة. مرهقة بس جميلة. تمام. طيب اسمع اللي جاي. افرض مثلا بص دلوقتي عندي حاجه جريمه. الجريمه ايه يا صاحبي؟ بص احفظوها كده بالعلم. احنا عندنا ركن مادي تاني ركن اي جريمه ركن اصحى عشان قضيه عندي جريمه ركن. انا جايب لك الاساس اهو، عندي ركن وركن. ايه اللي معنوي؟ مش عايز معنوي في حاجه، المعنوي كانه بس. تمام. احنا عايزين ايه؟ المادي. بص المادي سلوك نتيجه علاقه سببيه. تاني ايه؟ سلوك نتيجه علاقه سببيه. تاني ايه؟ سلوك نتيجه علاقه سببيه. الركن المادي سلوك نتيجه علاقه سببيه. هقول مثال وبسرعه افهمه عشان عايز انقل. انا دلوقتي عندي النيه ان انا اقتل حد، خلاص ده الركن المعنوي، قلت لك اركنه على جنب. فانا عملت سلوك اهو، عملت ايه؟ سلوك. هو السلوك ده فرع من فروع الركن الايه؟ المادي. تمام. ادي عملت ايه؟ اهو سلوك. عملت ايه؟ سلوك. تمام. طيب ما النتيجه المترتبه على السلوك؟ ما تمام.
ففي سلوك وفي نتيجه وفي علاقه ايه؟ بسبب الضربه ادى الى ايه؟ الى الموت. حلو الكلام. طب استنى، حطيت لك سم حطيت لك ايه؟ سم. ده اسمه ايه؟ سلوك. ادى الى ايه؟ الى نتيجه. بص تاني، انا حطيت لك ايه؟ سم. تاني انا حطيت لك ايه؟ ما تبصش يا سيد والنبي. اصبروا بقى يا جماعه، انا عشان تصحوا دماغكم. استنى بس، استنى. بص، حطيت لك ايه؟ سم يا جماعه، ردوا عليا عشان احس ان انتوا معايا. حطيت لك ايه؟ سم. ده اسمه ايه؟ سلوك. تمام. ادى الى ايه؟ الى نتيجه. في علاقه سببيه ولا مفيش؟ سبب ان انا حطيت لك سم انت مت. خد القضيه. بص يا سيدي، يقول لك ايه؟ معيار امتحان. تكلم عن معيار تحديد مكان ارتكاب الجريمه. يجيب لك بالطريقه دي او يجيب لك قضيه. يقول لك ايه؟ يتحدد مكان ارتكاب الايه؟ بالمكان التي شهد فيها الركن الايه؟ طيب استنى، الركن الماده يا جماعه اللي هو ايه وايه وايه؟ سلوك نتيجه علاقه سببيه. خلاص. او في هو دي لا عادي مش مهم، انما الشغل ايه؟ او في قريب جزء ايه؟ من او عنصر من ايه؟ طيب ايه عناصر الركن المادي؟ سلوك نتيجه علاقه سببيه. يعني ممكن يشوف في حته والنتيجه في مكان تاني. يعني ممكن وليد يسمى بوليس في مصر وبوليس يموت في ليبيا، فهنا مصر وهنا ليبيا، فمصر يكون ليها اختصاص وليبيا يكون ليها اختصاص، وممكن دولة تانية ليها اختصاص. ممكن دولة ليها اختصاص تطبق قانونها، وممكن دولة واحدة، ممكن دولتين، والدولة اللي تمسك الجثة هي اللي تحاسب. الدولة اللي تمسك الجثة هي اللي ايه؟ تحاسب. يعني ينفع وليد يا وحش يكون 3 دول ليها اختصاص؟ يعني ينفع جزء من الاقليم، جزء من ركن المادة حصل في، عارف ممكن يكون سلوك منقسم جزئين. تخيل يكون عندي سلوك نتيجة علاقة سببية، كل النتيجة في دولة والسلوك حصل في دولة ثم في دولة تانية. يعني أنا مثلا معايا إيه؟ سلاح بدون ترخيص، أخدته من مصر، ركبت، رحت دولة تانية، محدش قطع عليا، ورحت ألمانيا، فنزلت ألمانيا، ورحت ليبيا، ورحت قاعد في ليبيا، فأنا طلعت مصر، من ليبيا من مصر لقيت دولة تانية، من ألمانيا على فين؟ على ليبيا. 3 الدول دول لهم اختصاص. السلوك هنا والسلوك هنا والنتيجه هنا. خدت بالك؟ طب تعالى في اللي جاي. بص يقول لك ايه؟ اذا ما تحقق الركن الايه؟ مادي بايه؟ كده ماشي. تعالى في اللي جاي اللي بعديه. بينما قد يرتكب الركن فاكثر كأن يضع الجانب المبني عليه سما في تعاون فيتناوله المبني عليه في اقليم دوله ما، وبالتحديد قبل ايه؟ صعود الطائره الى الطائره بدقائق قليله، ثم يحدث السم اثره بعد ايه؟ انهي قضيه دي؟ ما علينا. وجيزه فيموت المبني عليه. طيب خد. او كمان يستخدم الانترنت في الاحتيال على شخص في دوله اخرى، او كمان ينقل شخصا من اقليم دوله الى دوله اخرى، سواء بخطأ او بمبلغ مالي. نفس الكلام. اسمع بس. بص خلي بالكم، او اعمال في ايه؟ في دعاره. دي بتاعت مين القضيه دي؟ في بنت كانت على التيك توك. اسمعوا بس. ايوه يا جماعه ما فيش هزار، ده الكلام ده هيتطبق عليه. في بنت استخدمت الكلام ده، ممكن يلعب لك على الحته دي. دي القضيه دي انا جبتها وقريتها. القضيه بتاعت البنت دي انا جبتها وقريتها. بص، او اصول ايه؟ القضيه ايه؟ الاباحيه. بص خلي بالكم من الحته دي عشان ممكن نلعب عليها، عشان ده ضايق. ده دلوقتي والدكتوره شرحتها اصلا في الكليه، اتكلمت عنها في الكليه وعاملها لك قضيه. تمام؟ بص، في الامثله السابقه تعتبر جرائم الايه؟ او الايه؟ او ايه؟ ما علينا. في بنت هذا من الاقليم الذي حدث فيها ايه؟ يعني مصر هيكون لها اختصاص. طيب بص، وقد لو جرى التسلسل تاني ثم تحقق النتيجه شبه مصر ليبيا. تمام؟
وذات القاعده تنطبق على جريمه مستمر. اخذ سلاح ما هي دي جريمه مستمر، السلاح يزيد السلاح بدون ترخيص. ها برضه 3 دول اهو يقول لك ايه في حاله اجراميه ممتده في الايه؟ في الزمن. كمان يكون جريمه حيازه ماده ايه؟ زي الطبنجه. تمام؟ او اذا حصل جنايه على فهم دوله سفر بهذه الى دوله ثالثه فيختص الثلاث ايه؟ دول. تمام؟ طيب بص خلي بالك دي حاجه اسمها جريمه الشروع. جريمه ايه؟ جريمه الشروع. بص واذا توقف الجريمه المرتكبه عند حد بالايه؟ يعني شروع هي الجريمه التي لم تكتمل. يعني شروع جريمه لم تكتمل. يعني انا مثلا جاي لسه هقتل، هي دي اسمها شروع في قتل. لسه هسرق ده اسمه شروع. بس انا لا قتلت ولا سرقت، بس انا اتمسكت وانا لسه ببدا في التنفيذ. العبره ببدء التنفيذ وليس العبره بالنيه اللي انت كنت عايز تحقق بيها النتيجه في مكان ما. يعني انت كان قصدك ان انت بص اسمع مني ان انت تقتل، فانت قتلت ضربت بالسكينه بس الراجل ما ماتش. الراجل ايه؟ ما ماتش. انت كانت نيتك ان هو يموت في ليبيا، طب ما ماتش في ليبيا يبقى ده يخضع للخصوص الليبي. العبره بالايه؟ ببدء ايه؟ وليس بالمكان الذي كان يراد، اللي هو كان عايز يحصل فيه ايه؟ حيث ان النتيجه لم ايه؟ فلا عبره ايه؟ بها. العبره بالايه؟ بدء في التنفيذ. حلو الكلام؟ طيب وطبعا هنا هيحصل عندي تنازع قوانين وحيث يتجزأ والكلام دوت. تمام؟ طيب صلى على النبي. الشريك ممكن يحاسب على جريمه شبه انهي جريمه؟ اللي هو بتاعت الدارك ويب، اللي هو الواد اللي اشترك مع المصري وعملوا اتفاق ما بينهم وبين بعضهم، واصبح ان مصر برضو ان هي كانت مختصه بتطبيق القاعده الجنائيه بتاعتها. في مشكله فيها؟ يعني ممكن يكون شريك او ايه؟ فاعلا او هي يا جماعه، ولا اهميه لجنسيه الايه؟ الجاني. المهم ان هو عمل المصيبه ايه؟ عندنا او اشترك في فعل عندنا. تمام؟ بص بقى صلى على النبي. بص فين بتاعت الاعمال التحضيريه اهي. طبعا احنا المساهمه او فعلا او مشاركا دي طبعا كل الكلام ده تمام. احنا قلنا ان هو يختص الايه؟ الدوله اللي حصل جواها الايه؟ الفعل. تمام؟ صلى على النبي. دي بتاعت الدارك ويب. طيب بص الاعمال التحضيريه، هي الاعمال التحضيريه يحسب عليها. يعني ايه اعمال تحضيريه؟ بجيب سكينه، بجيب مطوه، بجيب سلاح، بجيب ميه نار، عايز ادمر الشخص اللي هو اذاني. عايز ادمر الشخص اللي اذاني. ايه العمل يا جماعه؟ رد عليا. الاعمال التحضيريه يحسب عليها. هو انا لسه ما ارتكبتش؟ لا استنى، انت بتقول ايوه طبقا لانهي قانون؟ طب استنى، طب ما هو ممكن عندك مثلا دوله شبه اليمن لو ماشي بسكينه لا يحسب عليه. انا عندي عمامي ليه ناس في اليمن هناك ولا اي حاجه، يبقى ماشيين بالسلاح ماشيين بيه عادي عادي. عمال عندهم السلاح ده بالنسبه لهم عادي. انت بص اقول لك على حاجه، انت قلت كلمه وانا قلت كلمه صح؟ بص هنا استنى بس عليا. بص يقول لك الاعمال التحضيريه هي في انهي؟ بص يقول لك الاعمال التحضيريه للجريمه وصفها غير داخله في الركن المادي لا عبره بها في تحديد مكان ارتكاب. استنى بس عليا. وكذلك الافعال اللاحقه على ارتكاب الجريمه ولا تستهدف اخفاء اثرها فقيام الجاني بشراء ايه؟ سلاح في اقليم ومن ثم ارتكب القتل في ايه؟ لا يجعل جريمه القتل مرتكبه في اقليمين وانما فقط في اقليم دوله التي نفذ فيها الايه؟ القتل. طيب واحد هيجي يسالني سؤال يقول لي يعني الاعمال التحضيريه يحاسب عليها ولا لا يحاسب عليها؟ هكتب له العبارة وهاجي هقول له حاجه وفقا لقانون الدوله الذي يحاسب على الاعمال التحضيريه. فالدوله المصريه من الممكن ان تحاسب على الاعمال ايه؟ التحضيريه. دوله شبه اليمن ممكن ما تحاسبش على الاعمال التحضيريه. احنا عندنا واحد ماشي فينا لا دي جريمه جريمه وعامل ايه؟ تحضيريه بحسب الدوله يا جماعه. هتيجي هنا يقول لك ايه هنا؟ يجي يقول لك هنا ايه؟ وعلى ذلك الوتيره يعني السياق ده يقول لك فان قيام الجاني بالسرقه في اقليم
ثم اخفاء الاشياء المسروقه في ايه؟ اخرى. لا يجعل جريمه السرقه مرتكبه سواء في الاقليم الايه؟ اللي تم فيه ايه؟ بغض النظر عن التي تم فيه ايه؟ تمام. وذلك بص بقى هنا لا يمنع من الاخذ بالاقليم الذي نفذ فيه. تاني هنا يقول لك ايه؟ وذلك رغم ان هو ساعات بيمنع ان هو ما بيطبقش الاعمال التحليليه، ما بتطبقش، بس بيقول لك ايه؟ وذلك ايه؟ لا يمنع من الاعتداد. يعني ايه الاعتداد؟ الاخذ بالاقليم الذي نفذت فيه الاعمال او اللاحقه في الجريمه اذا كانت هذه الاعمال تمثل ذاتها جريمه وذلك بالنسبه لهذه الايه؟ الجرائم وفقا للدوله الخاصه. تمام. تريحوا 3 دقايق، واحده يقول لي اطلع حمام والله. اسمه مبدا العينيه، ومبدا اسمه مبدا العلاميه. مبدا اسمه مبدا العينيه، ومبدا اسمه مبدا العالمية. يلا عشان نفرق ما بينهم. سيد استنى بقى. يلا ركزوا الاول. بص يابا ركز معايا يا اسطى. بص يلا وحدوا الله. مبدا اسمه مبدا العينيه، ومبدا اسمه مبدا العالميه، ومبدا كمان اسمه مبدا الشخصيه. بص عشان انا في حته عديتها بتاعت الاستثناءات دي، انا اعمل لها محاضره لوحديها، مش محاضره شبه اللي هي بتاعت النهارده اللي هي اول المحاضره. في حاجات معينه هقف عندها كده هبدا بيها محاضرات. تمام. بص في حاجه اسمها مبدا العالميه ومبدا العينيه. يعني ايه عينيه ويعني ايه عالميه؟ بص العالميه خاصه بالحياه الدوليه، بمعنى واحد عمل جريمه ارهاب. واحد عمل جريمه ارهاب يعني بيهدد المصلحه الدوليه. طب واحد عمل جريمه تهدد مصلحه دوله ما. امتى اقول مبدا عينيه وامتى اقول مبدا عالميه؟ امتى اقول مبدا عينيه وامتى اقول مبدا عالمية؟ بص المصلحه، لو المصلحه بتهدد الجماعه الدوليه عالميه. لو مبدا بص لو مصلحه بتهدد مصلحه الدوله ما عالميه. طيب استنى، واحد موجود في دوله، اسمع مني وبيقلد العمله بتاعت الدوله المصريه. اسمع مني، بيهدد العمله بتاعت الدوله المصريه. دي القضيه رقم 1 عشان انت هتحدد لي دلوقتي. طيب واحد موجود في البحر العالي مثلا وبيعمل مواد تبيد البشريه. تبيد الايه؟ البشريه. تمام. اسمع بقى مني، ده القضيه رقم 2. القضيه رقم 1 تهدد مصلحه خاصه ولا مصلحه دوليه؟ مصلحه خاصه. طب يبقى مبدا عينيه ولا عالميه؟ طيب الراجل اللي بيعمل اباده بشريه على مركزين معايا انا هنا، مش عايز حد يخطف الانظار يبقى قاعد قدام. بص ركزوا بقى معايا، مركزين انتوا معايا هنا كده. يبقى انا قلت قضيه اولى وثم قلت قضيه ثانيه. بص احنا عندنا مبدا اسمه مبدا الايه؟ بص يقول لك ايه، والنبي ركز عشان انا هحل لك مشكله كبيره في الامتحان هنظبطوها. ركز بس معايا. بص يقصد بمبدا العين تطبيق النص الايه؟ الوطني على جرائم لا تمس بمصالح اللي هي للدوله. اي بص بقى يا جماعه بص هقول هنا بغض النظر، لا مش عايز كده. بص بغض النظر عن المكان وكمان اللي انت قلتيه والجنسيه، نقولها بالترتيب ده. بغض النظر عن المكان اللي ارتكب فيها الجريمه، وبغض النظر عن الجنسيه اللي هو يحملها. المهم ان هو هدد مصلحه الايه؟ الدوله. بص يهدد مصلحه خاصه بدوله ما. تمام. بص ايا كان مكان ارتكاب الايه؟ وبصرف النظر عن الايه؟ وليس المكان وليس الجنسيه، ليس المكان وليس الجنسيه. المهم اللي عندي ايه؟ موضوع ايه؟ الجريمه. يعني لو الموضوع الجريمه، بص بقى هنا، بص هنا، استنى، بص هنا ايه موضوع الجريمه؟ لو جريمه مثلا في الجنايات المخله بامن الحكومه من جهه الخارج او زي ايه؟ ده موضوعات. انا قلت لك الفكره تتعلق بموضوع الايه؟ لا المكان ولا الجنسيه. لا المكان المكان اللي هو المبدا الاقليميه، الجنسيه اللي هو مبدا الشخصيه. ما انا نسيت اقول لك الشخصيه لكل يخضع للقانون المصري، كل من يخضع من يحمل الجنسيه المصريه. الجنسيه ايه؟ المصريه. بص هنا موضوع الجريمه ممكن يجي يقول لك اهو ما العله بالاخذ بمبدا
العينيه والخروج على مبدا الاقليميه. خلي بالك عشان مبدا العينيه هو استثناء من مبدا الاقليميه. تمام. يقول لك ايه؟ متى ينطبق القانون الجنائي المصري استنادا لمبدا الايه؟ العينيه. ده سؤال جزئي من السؤال الايه؟ الفرعي. بص مظبطك والله العظيم في المذكره. سواء جابها لك بالطريقه دي، جابها لك بالطريقه دي، انت عندك الاجابه المنطقيه. بص وبذلك استبعد المشرع جنح امن الايه؟ الدوله. هو قال لك الجين واحنا عندنا الجرائم تنقسم جنايات جنح مخالفات. هو هنا قال لك الايه؟ فالمشرع استبعد المشرع جنح امن من مبدا. هو قال لك الجنايات المخله بامن وليس يا جماعه. لا هو قال لك وليس، قال لك وليس الجنح. تمام. وتمثل جنايات امن الدوله من جهه الخارج زي جرائم الالتحاق بالقوات الايه؟ يعني واحد مثلا التحق بالقوات المسلحه لدوله ما، فدي جنايه مش جنح، ماليش دعوه بالجنح. تمام. في حرب مثلا مع ايه؟ مع مصر. شبه فيه كلب من الكلاب اللي بداوا الايام دي يظهروا وجابوهم، هم اصلا مصريين وطلعوا متجندين لدوله ما وبيحاربوا مع الفلسطينيين، رغم ان احنا في حاله حرب. وانا زي ما قلت لك، واللي ابتسم ضحكتك مش هنساها. بقول لك هيحصل حاجه الايام اللي جايه، ضحكتك مش هنساها. والكلام دوت انا ماشي معاكم بالتسلسل من السنه اللي فاتت واللي قبليها، وقاعد بتكلم معاك، وكل حاجه انا قلت لك في اليوم وبالدقيقه قلت لك هيحصل كذا هيحصل كذا، قدام كذا هيحصل كذا. اسمعوا مني من غير هزار. تمام. بص زي مثلا مع ده، خلي بالك عشان دي هتختص بيها برضو في القضايا السنه دي. مع دوله اجنبيه كمان بعمل ايه؟ عدائيه ضد مين؟ وكذا اداره او تزوير وسائل تتعلق بامن الايه؟ ده وسائل زي مثلا الحاجات الحضاريه. تمام. بص اهو اكمل كما تتمثل جنايات امن الدوله من جهه الداخل في جرائم الايه؟ خلي بالك من جرائم اللي جريمه تخريب احد وسائل الايه؟ التي تعد من الاموال العامه بقصد الاضرار بالاقتصاد الايه؟ القومي. تمام. جرائم الايه؟ التزوير او تقليد الايه؟ دي الموضوعات احنا قلنا هي العينيه تتعلق بالموضوع لا مكان ولا لا مكان ولا جنسيه. تمام. قلت لك جنايات مش جنح. قلت لك جريمه ايه؟ او تقليد الاشياء المنصوص عليها في الايه؟ في الماده 206 او استعمال هذه الاشياء او ادخالها الى البلاد زي امر جمهوري او مرسوم او اقرار صادر من الايه؟ واحد قلده وراح بيها الدوله المصريه. تمام. او خاتم الايه؟ الدوله او اختام او دمغات تابعه للايه؟ للدوله او ختمه. ماشي ما علينا من دي. تمام. الحاجات اللي هي الخاصه بالايه؟ بالدوله اللي هي زي ما انا ما بقول لك ايه؟ وثائق، حاجات وثائقيه. تمام. طيب وبعد كده جنايات تقليد او تزوير او تزييف ايه؟ او واحد قلد العمله بتاعتك. كل دي اسمها جنايات ايه يا جماعه؟ كل دي اسمها جرائم ايه؟ اطبق المبدا الايه؟ العيني. تمام. مبدا الشخصيه. بص اول ما اقول لك كلمه شخصيه اتعلمناها، قلنا نقوله كلمه ايه؟ شخصيه، جنسيه، اقليميه، مكان اقليميه. طيب جنسيه، شخصيه. شايف الكلام؟ مصلحه دوله خاصه، عينيه. خلاص كده؟ طيب بص هو مال الدوله من سلطات واختصاصات على كل من يحمل جنسيه الدوله سواء مقيم على ارضها او خارج ارضها. طب وهو خارج ارضها ازاي هيخضع للقانون الجنائي؟ يعني ازاي؟ يعني اهو بص افهم ديت هتبقى فاهم كل حاجه يا بطه. بص ركز في اللي جاي، ده قضيه. بص اللي جاي، بص احنا دلوقتي عندنا واحد مثلا مصري اهو، واحد ايه؟ مصري. اسمع بقى اللي جاي. ودي مصر، هو واحد مصري وقاعد في دولة ايه؟ خلينا في ليبيا، خلينا في دولة عربية معلش. تمام؟ قاعد فين؟ في ليبيا. طيب الواد ده يحمل الجنسية المصرية وقاعد فين؟ في ليبيا. عمل مصيبة، جريمة بحسب الأصل، عمل جريمة على الإقليم الايه؟ الليبي. يخضع لأنهي اختصاص؟ بحسب لا الأصل. احنا قلنا الأصل هو مبدأ الإقليمية. كل ما هو جاي هو استثناء على مبدأ الإقليمية. يبقى الأصل احنا بنطبق مبدأ هو ده بالأصل هيخضع لاختصاص الايه؟ الليبي. صح؟ طب بص بقى
هنا عشان اطبق القانون المصري لابد من توافر شروط معينه، ان يكون وقت سؤال امتحان بتاعت وقت ان يكون وقت ارتكاب الجريمه ان يكون مصري. ركز في اللي جاي. اتنين، انا كل ده عشان اطبق القانون المصري، او مصري يكون ليها اختصاص، او مصر تقول لك القانون المصري بتاعي رغم ان هو هيبقى ليه اختصاص. انتوا مسكتوا كان بيها. بص يا ليبيا، لو مسكتوا الواد ده اللي عمل جريمه عندكم وتوفرت فيه الشروط بتاعتي عايز بس انا لو مسكته مالكمش دعوه بيه، سيبهولي انا. تمام؟ يبقى هنا ممكن يطبق المصري والليبي عادي جدا، واللي يمسك الجثه يحاسبها. تمام؟ في مشكله في دي؟ طيب بص يا عم، هو ايه؟ مصري. عشان اطبق قانون بعيد تاني، عشان اطبق قانون مصري. طيب، وان يكون جنايه. بص بقى اللي جايه، جنايه او جنحه. خلي بالك استنى، امتحان. بص، جنايه او جنحه، ما بقولش مخالفه، احنا عندنا جنايات جنح مخالفه. انا بقول لك جنايه او جنحه. استنى وفقا للقانون المصري. يعني يكون المصيبه اللي عملها هناك في ليبيا تكون بالنسبه لي لمصر جنايه او جنحه، وبالنسبه لدوله ليبيا جنايه او جنحه. المهم ان هي معاقب ايه؟ المهم في ليبيا تكون معاقب ايه؟ مش هتفرق معايا وفقا للقانون الليبي ده ان هي تكون جنايه او جنحه او مخالفه. المهم ان هي بالنسبه لي معاقب عليها في ليبيا، وبالنسبه لي انا في مصر ان هي تكون بتمثل جنايه وبتمثل جنحه. اللي ما ذاكرش الاجرام والعقاب هلاقي الموضوع صعب، بس انا هحاول على قدر الامكان ان انا اسهل لك الامور، لان كل المسائل متعلقه ببعض، كله متعلق ببعض. حتى اللي هيلاقي نفسه ضعيف في المصادر هيلاقي الدنيا ضعيفه معاه في احكام الالتزام. بس انا محضر يعني عامل حسابي للي بايظ في المصادر، انا عامل حسابي للكلام ده. اسمع بقى اللي جاي. بص انا بقول لك ايه؟ يكون جنايه او وفقا للقانون المصري. طب خلي بالك من اللي جاي وتوحدوا الله. بص انا قلت لك تكون جنايه او جنحه او مخالفه وفقا للقانون المهم يكون معاقب عشان لو كانت مباحه في ليبيا ماليش دعوه، حتى لو جنايه عندي، حتى لو جنحه عندي ماليش دعوه. لو هي مباحه هنا المهم ان هي تكون معاقب عليها. بص اللي جايه، استنى. ويعود اهو اللي بتلخبطكوا ويعود الى الى مصر. يعني يكون في ليبيا يا سيد. بص اهو انا في ليبيا اهو مصري وجنايه او جنحه ورحت مصر. يعني انا لو في ليبيا برضو بره عني، لو سافرت من ليبيا رحت دولة ثالثة بره عني. المهم بشرط العودة إلى إلى مصر. العودة إلى أقول لك على حاجة سر هنا. بص، سواء أنت رجعت مصر بطريقة مشروعة أو بطريقة غير مشروعة، المهم إن أنا اتثبت ليا إن أنت رجعت. في الحالة ديت ممكن أصدر ليك حكم غيابي حتى لو ما قبضتش عليه. أنا كدولة مصرية لو عرفت ان انت جيت عندي سواء بطريقه مشروعه او بطريقه غير مشروعه، انا ممكن احاسبك معايا، اطلع لك حكم اسمه حكما غيابيا، ما دام انا ثبت ان انت رجعت ما دام ان انا ثبت ان انت رجعت سواء بطريقه مشروعه او غير. خلي بالك الثالثه دي. بص هنا الا يكون قد صدر له حكما استنى باتا يعني نهائي. استنى خلي بالك من دي. سواء بالبراءة، يعني افرض ان هو عمل الجريمة واخد براءة تبقى القانون يجيب خلاص ما تحسبوش. طب استنى طب استنى عقوبة. يعني استيفاء العقوبة يعني أفضل عقوبة. يعني خلاص
خد بعضه ومشى جه عندكم، مالكمش دعوه يا مصر ان انتوا تحاسبوه. ده فيديو تاني مكمل. كام شهر في تركيا. بص بقى اللي جاي. بص المادة الشخصية الصومية مبررة في طريق النص والنبي السلام عليكم. يلا بقى معلش بس لا هو ان هو بيكسر او اللي عليها عندي شغل سلبي هناخد في الاخر بايه؟ برجال. ما هي شروط تطبيق المبدا الشخصي؟ قضيه بص احنا اول شرط في الاخر يجي يقول لك ويعرف قانون مصر مبدا الشخصي فقط تجنبه الايه؟ مش معنى اول شرط هو شرط ايه؟ مصر. معلش اكمل كلمه اللي شغال معايا في البث يكتبها، انتوا تكتبوها برضه. ها العبره خلي بالك ها جواها بص لا بص العبره وقت ارتكاب جريمه. استنى هو كمصري ارتكب جريمه وهو مصري سابق الجنسيه. دي القضيه اللي معاكوا. ها العبره بارتكاب ايه؟ العبره بارتكاب الايه؟ وقت ارتكاب الجريمه كان ايه؟ حتى لو فقد الجنسيه فيما بعد ماليش دعوه. المهم ان هو كان مصري وقت ارتكاب المصيبه. احنا بنقوله هنا ايه؟ بص ما المقصود ان يكون مصريا طبعا استنادا بالشخصيه. اهو يقول لك ايه؟ لكي يكون الجاني الذي ارتكب جريمته في الخارج قادرا على القانون فلا بد من ان يكون ها استنى بس والنبي بقى والنبي دي بقى اهي وقت اهو وقت ارتكاب الايه؟ اذا كان مريد في الخارج اجنبي فر الى مصر. ها مش لازم تسلموه. خلي بالك مصر مش هتسلم عيالها. يعني لو جه مصر وعمل جريمه في الخارج انا هحاسبه حسب ما هو مصر. مش هنسلمه حد. مصر هي اللي كده عامله زوم مع اي دوله ايا كانت ما بتسلمش اولادها. تمام. بص اما اذا كان عديم فلا يجوز للدوله ملاحقتها على جريمتها في الخارج مبدا ايه؟ لكن لها ان تلاحقها عنها عملا بمبدا ايه؟ على مبدا العالميه وليس مبدا العالميه. هو لو كان عديم لو عديم الجنسيه يبقى نحكم مبدا الايه؟ اللي بيهدد مصالح الدوله مصالح ايه؟ الدوليه. ولا ان هو يفلت من العقاب منحوس مبدا عليه طبق فين؟ في مصر. تمام؟ استنى بقى عليا. وقد يكون الجريمه ايه؟ مصريه محمل الجنسيه مصريه ولا محمل الجنسيه القضيه او عندي ايه؟ ولا عن جمال المرتبه ترجيحا للجنسيه المصريه ولا خدت بالك من اللي قضيه خلاص كده اللي معاه مش تاني في مدى تمتع بالجنسيه تقوى بينهم. يا جماعه من مخوف انه كان متمتعا بالجنسيه قبل الجريمه. هو اصلا كان متمتع بالجنسيه المصريه وفقط لو بعد الشيء اكتسب الجنسيه نفس الحكم. طيب هنا لا يمكن تسليمه او ابعاده وطبعا مواطن ايه؟ مصري وفي نفس الوقت لا يمكن محاكمته بين الجريمه التي ترتكب فيه.
طيب الشرط الثاني ان يكون ايه؟ استنى بس عليا، بيقول لك طبقا لايه؟ او ان وان يحدد بناء وحدد بنحة وحدد ايه؟ فهو قال لي كلمة ايه؟ معقب عليه. ايه رأيك في الكلام؟ صح؟ ها بص يقول لك ايه؟ ومفادة الشرط ضروري ان يمثل الفعل المضارع بناء وفقا لتكليفه في القانون المصري، اما ان كان ينطبق عليه وصف المخالفة في القانون المصري فلا عقاب ايه؟ عليه. انا بقول لك جناية او القانون الله يبقى لو كان يمثل بنحة في القانون الدولة التي تركب فيها ايه؟ جريمة. كما يشترط ان يمثل الفعل جريمة وفقا للقانون يبقى ايه؟ معاقب عليه. فإن كان الفعل ايه؟ القانون دولة التقليد عليها الفعل اللي هي بتاعت ليبيا، ها؟ لو كان مجرما في القانون الايه؟ فلما جاء نقول ايه؟ في بلاد اللي هي مصر، ها؟ حيث ان مصر فيه وهنا يتقيد في سلوكه بقانون الدولة التي تقام على العدالة بقانون الدولة التي تحمل ايه؟ الشرط الثاني اللي هو عودة الثاني مصر غياب بطريقة ها القطر المصري يعني النطاق الحاسس ايه؟ بعد التفريق. اما ان يكن قد عاد صداقه او هرب من تلك الدوله فلما جاءت محكمه مصر، ها ركز لو صرت ان هو رجع للدوله ايه؟ مصريه وعلى النقيض، يعني من ذلك يا جماعه ان لا يستطيع حتى ولو لم يتم العقاب يعني فإن تكون محاكمته ايه؟ هذه الحال فايه؟ وعلى ذلك ان تفعلته تاني سواء هي مشروع او غير او معنى ايه؟ ده الشرط الثاني. سؤال امتحان واحد ولا كلكم منورين والله، كلكم مش مركزين قوي قوي تمام. بص الله ينور عليك ولا اسمع اللي جاي، اسمع اللي جاي. الدولة اللي كده مظبوط ماشي. بص الدولة الليبية وهي مركز، الدولة الليبية طلع الرئيس الليبي قال لك ايه؟ مع افتراض بقى، ها اكن يعني اسمعوا واحدة واحدة. بص طلع الدولة اللي هي الرئيس الليبي عمل عفو الشاب او انقاذ العقوبة بقوم، يعني قوم مدة زمنية حددها يا بيكسب يعني العقوبة انقاذت سقطت خلاص ما بقتش موجودة بسبب ان هم فترة ما تمام. ماذا لو سقطت العقوبة لأي سبب من الاسباب غير ان هو قضى الحكم انقذت، او غير ان هو اخذ براءة انقذت من غير الاسباب الاساسية او القانونية او لاي سبب من الاسباب المذكورة ذكرا صراحة اللي هي البراءة او الادانة مع استيفاء العقوبة. بص يقول لك ايه؟ استنى ركز دي، يقول لك ايه؟ اسمع دي، وهذا الشرط عدم جواز ضغط المصري جنائيا عن الجريمة ارتكبت فيه ازاي عن امام المحاكم الاجنبية وصدت ضدها حكما ايه؟ قضائي ايه؟ هي دي القضية. بص بيقول لك ايه؟ معنى انه لا يتوفر ايه؟ توفر من اسباب القتال ايه؟ يكون مناعة من التحليل عنه فين؟ استنى بقى اهو امتحان اهو اسمعي بص فإذا
وفقا لقانون تقدم او اخذ عفو ايه او عفو ايه لمصلحه المتهم او صدر من سلطات التحقيق امر الدعوه مش هذا ها استنى يعني نقول ها الاسباب لا هي يا صاحبي لا تمنع دون تحريك الدعوه الجنائيه ليه؟ في مصر العاده اليه دي مره ايه؟ اخرى يعني سبب البراءه او سبب الادانه وسبب العقوبه هي الوحيده تؤدي الى انضباط الدعوه الجنائيه. هي اخذ تقاضم اخذ عفو واخذ بلاوي اخذ بحفظ الدعوه هيتحسب بمصر. هيتحسب بايه؟ خلي بالك اسمعي دي مهمة. بص تاني اهو استنى تاني بص استنى يقول لك على بانه لك لا يكفي يعني مفيش سبب جاي ياخد العقوبة هذا سبب من القضاء هذا لكي يمنع من تحريك الدعوة عن خير. بس انا بقول لك براءة او إياه بيتفضل ايه؟ العقوبة ها فإذا تقدمت الدعوة ها وفقا لقانون ايه؟ أو ايه؟ أو عفو خاص أو كما أنا إذا كل لا يمنع الدولة المصرية من تحقيق الدعوة بس قضية يمين هتفهمها يعني هتفهمها زي كده روح واحسبها. بص وبعد هنا هيجي يقول لك ان يكون ويلاحظ ان هذا التطبيق سليم ها يقول لك ايه ان يكون الحكم الصادر للمصري المتهم هنا في الخارج ان الحكم ايه؟ والحكم هو الحكم اللي قاضي الدعوه اللي هو ايه؟ الجزء عليه من طرق الايه؟ لا لسه سواء تمام ولا الحكم صار المحكمه تمام يكون الحكم الصادر ضد الحكم الفاصل الدعوه البراءه تمام يقول لك يا مصر في الموضوع بعد قبول الدعوه البراءه القضاء ايه؟ فيمنع ذلك من ماشي هو نفس الكلام. بص هي كده ان هو اصبح ايه؟ مجرم بالفعل فخلاص هنا خلاص لابد ان يكون نوعا من التنفيذ المكمل للعقوبه المحكمه ممكن يصدر حكما بالايجاب وما قضاش العقوبه هيتحكم برضه فين؟ بالشرط ان هو يكون قاضي ايه؟ العقوبه. طب لو بص يقول لك ايه؟ انا بس حاجه ذنب خلي بالك انا برضه ما يمنعش ممكن فين؟ على مبنى على خلاص ايه بس بص اي حاجه تدي المصلحه لايه؟ يعني المسؤوليه دي عشان دي مش مساله اللي انا اقف عندها اصلا دي هو ايه؟ المصلحه ده بقى بشريه تمام هقول لك ايه؟ هو اي كلام بالعالم واي كلام ايه؟ سياسي المهم هو ضبط ايه؟ ضبط ايه؟ بس ايه؟ ضبط ايه؟ المهم الناس تطبيق لمبدا اقليميه خلاص تمام
وتمثل مصالح المجتمع الايه؟ الدولي. صعب الكلام يا جدعان؟ ها؟ معلش لو كانت محاضرة تقيلة ها؟ بس أنا والله تمام؟ ثواني يا بطة. سلام. انتوا